السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى نعمل assembly. هناخد البيز ده ونجمع عليه، هعمل assembly وهختار البيز كده. هو ثبت لي البيز في النص، تمام، ثبتها لي. هبدأ بقى اعمل ايه، هنزل البار واعمل له تثبيت هنا كده واخليه 100 concentric. طبعا البار هيدخل فيها كده، تمام، وهيبقى السطح ده، وهياخد خط الحام من هنا وخط الحام من هنا. وبما انه هيتلحم فانا مش عايزه يلف، فهنيجي عند كونسنتر كده ونعمل حاجة اسمها لوك روتيشن، مش هيلف. تمام. طب انا هقعد انزل بقى واعمل كل البارات دي كده؟ لا، مش هعمل الكلام ده. اقوم جاي عامل حاجة اسمها linear component pattern. تمام، هاخد الدايركشن ده وهختار الكومبوننت ده وهدوس 19 الناحية التانية. سلام، بدوس اوكي. هعمل بقى linear component pattern للبار ده برضو، وهختار الدايركشن ده لعدد 11، تمام، والكومبوننت ده، تمام. وهعمل ميرو زي ما عملت في السكتش بالظبط، زي ما عملت في الخطوات بتاعة البار هعمل في الخطوات بتاعة البارات. هو اختار الميرور لوحده، وهيبقى الرايت بلين. الرايت بلين ده كده مش مظبوط، مش جاي في النص بالظبط، فانا هاخد الرايت بلين بتاع البيز، الرايت بلين بتاع البيز، وهدوس اوكي. اتعمل. تمام. البيك او الباليتة بتاعة الهوك، وهثبتها فوق. تمام. I think ان ممكن تخليها بالعرض احسن، خليها كده احسن. تمام. اول حاجة بس هتعملها انك هتعمل الميد دي، لان هي هتتلحم هنا كده. انا عايز اخليها في النص بالظبط، بدل ما تقعد تحسب مسافات. في حاجة اسمها ويدج، الويدج ده بيخليها سنترد. في انواع فري ودايمنشنز وبريسنت وبيرسنت ونسبة مئوية يعني كده. فانا اخليه سنترد، اخليه في النص بالظبط، واختار الفيسين دول مع الفيسين دول. تمام كده اتسنتر في النص بالظبط. وممكن تعمل برضو نفس الميت، الناحية التانية، عشان برضو تسنتر البليتة في النص بالظبط. وكده انا عملت الاسمبلي بتاع الباسكت سكرين دي كده. الباسكت سكرين تمام. I think انه البار طويل شوية، فاحنا ممكن نقصره، نخليه 750. وكده الباسكت سكرين بقى شكلها افضل. ممكن كمان نقصر شوية، احنا كده مش محتاجين الطول ده كله. ويبقى انت كده برضو قللت في الماتيريال وظبطت في الشكل. انت بتلعب على كل النواحي. تمام كده شكلها بقى افضل شوية. ممكن كمان نقلل 5 سنتي، مش مشكلة.
بس نعمل rebuild. I think كده ان الشكل بقى افضل. برضو الطول ده كتير شوية فممكن نخليه 700. وده كمان نخليه 700. يبقى انت كده بتقلل في الماتيريال وبتظبط في الشكل قدر الامكان يعني. ويبقى انت كده مش محتاج عدد البارات اللي انت كنت، ما يبقى انت كمان قللت في البارات. فهو ده الباترن. تمام، خليهم 15 مثلا، اقل بس كده. تمام. شايف الخلط، شايف الغلطة دي جاية في عدد في الباترن. فانت تيجي تفتح تعدل هنا كده، وتيجي في الباترن الاولاني linear باترن ده. طبعا اعمل سيف للاسمبلي واكتب ده باسكت سكرين. تمام. طبعا سيف اول. بص حتى الفتحة اللي في النص دي كمان باظت. ماشي مفيش مشكلة. كان 13 باين، 13 مظبوط. بس يبقى كده ظبطت دي. اخرج برا البارت، اجي عند الروف واعمل باترن بس. وبنفس الطريقة هنعمل ايه، هنعمل الروف اللي فوق ده. دلوقتي في مشكلة حصلت، ان الدايرتين دول دخلوا في بعض. فدي هتبقى برضو بسيطة. هنفتح هنا السكتش بتاع الكت، وهنجيبها هنا شمال شوية، بدل 300 نخليها 200. تمام. وبرضو هي دخلت في اللي جنبها، فبرضو ممكن نصغر القطر شوية يبقى 150 بس. وكده اعتقد هتبقى كويسة. لو خرجنا برا السكتش كده بقت تمام. بس يعني كده شكلها مش ألطف حاجة. تمام، شكلها كده مش ألطف حاجة خالص. فممكن برضو ايه نعدل شوية في السكتش برضو، بحيث ان احنا نقرب دي شوية ونقرب دي شوية، لان شكلها مش ألطف حاجة خالص. او هو احنا عاملين لها باترن صح، فاحنا ممكن نظبط الباترن ده. يعني نخلي دي 200 كده. كده بقى شكلها لطيف شوية. بقى ده بتلعب على الشكل مع الايه، مع الديزاين بيلعب على الشكل، في نفس الوقت بيلعب على ان انا اقلل الماتيريال على قد ما اقدر. هو طول البورد كام؟ احنا عملناه كام؟ عملناه 600 كويس. ان احنا القطر بتاعنا 500، ففي 50 سنتي في 5 سنتي وفي 5 سنتي، كويس مش وحش. تمام. I think كده ان الباسكت بتاعتنا بقت جاهزة. ممكن كمان بما ان انا اخلي الماسورة تعدي كده، فانا مش محتاج الطول ده كله. فانا ممكن اعمل كده واخلي دي نص متر بس، واخلي دي كمان نص متر بس، واعمل ريبيلد. شوف شكلها بقى عامل ازاي. البارات كده بقت ايه، بقى فيها مشكلة. فدي في ايدينا بقى. اللينير باترن ده هيبقى في ايدينا، اللي هو ده كده هنقلله 2. تمام. بعد كده القطعة دي فيها مشكلة، فاحنا ممكن نعمل edit part جوه الاسمبلي، وهناخد الباترن ده نعدله، هنقلله 2 برضه. تمام جدا.
بس. وبعد كده بعد ما ظبطنا دي هتلاقي ان هنا برضو الشكل ده باظ. احنا بقى ممكن نعمل ايه؟ هنصغر القطر على قد ما نقدر. تمام، هنيجي نعمل هنا كده، ده كده مش هيبقى باترن، هنلغي الباترن ده نمسحه. تمام، وناخد القط ده نعمل له ميرور، يبقى افضل بكتير. بس خليها يجي جوه الاسمبلي احسن، جوه البارت، يعني جوه البارت نيدت جوه البارت. بس هناخد البارت ده وهنعمل له ميرور حوالين. ممكن بقى نعدل في دي بعد ما عملناها ميرور. وخلي بالكم لما مسحت الباترن الاولاني الباترن التاني اتمسح تلقائي، لان انا اصلا كنت عامل باترن للباترن. تمام، المهم هنعدل كده في السكتش ده. مش عايزينه يقطع البلين، فممكن نخلي دي مثلا تبقى 150. بقت قريبة قوي من الايه، من الهول ده، فممكن نخليه 175 مثلا. هيبقى قريب قوي، فيبقى 160، يبقى كويس. انت بتقعد بقى تلعب كده لحد ما توصل لحاجة كويسة يعني. بس وتيجي اكزيت سكتش هتلاقي بقى ايه، هتلاقيه ظبط كده. بس وتيجي بقى تعمل باترن هنا كده، هتعمل ميرور، اسف، حوالين البلين ده، وتختار الباترن ده او تختار الميرور ده. بس كده، كده ده شكله كمان اتظبط كده. احنا عملنا اسمبلي للباسكت سكرين، وده الشكل بتاعها بأربع بارتات وشوية فيتشرز كده في جوه الاسمبلي ظبطناهم. وده بقى شكل الباسكت سكرين بتاعنا. تمام، وعملنا فيلت. لو في اي حاجة تاني ممكن تتعمل احنا تقريبا عملناها. وظبطنا كمان البليتة اللي هتطلع، اللي هيتشال منها الهوك. ممكن نزود القطر بتاع دي، نخليه مثلا 40، شكله صغير قوي. كده بقت احسن شوية. تمام، سيف. تمام، كده بقى شكله كده بقى شكله حلو، شكل السكرين حلو. تمام، زي الفل. الفيديو اللي جاي بقى هنبدأ نعمل شوب دروينج، وهنعمل عرض برزنتيشن، ونشوف شكل السكرين دي في شيت الدروينج هيبقى عامل ازاي. شكرا.